وبحوزتهم أسلحة وأموال وبعض المسروقات التي نهبوها من المغازات. هذه الصور بدون مونتاج. عينة صغيرة. نعم، هذه عينة. نعلمكم بأن هاتان عصابتان، الأولى حاولت الاعتداء على الثانية، وأعوان الأمن الوطني والجيش الوطني تصدوا لهم وألقوا عليهم القبض. هؤلاء أفراد عصابتين. والقوات الأمنية تقف وقفة حازمة بالمرصاد تجاه هذه العصابات وهؤلاء الأفراد. هذه أسلحة بيضاء، سيوف كما ترون. والصور معبرة تغني عن أي تعليق. هذا أحد أفراد العصابة. إذن هذه المسروقات التي ضبطت بحوزة أفراد العصابة، وهي مسروقات من المغازات التي تم نهبها، كما تم ضبط بعض الأموال والأسلحة البيضاء، وشاهدنا أيضا بندقية. مع العلم أن مناطق سلامبو بيرسا وحي الخليل بالمرساه والمروج والكرم وبير حليمة بزغوان وحي التضامن والبحيرة 2 تتعرض حاليا إلى اعتداءات. والأكيد أن قوات الأمن الوطني والجيش الوطني ستتحرك باتجاه هذه المناطق. وهذه عينة من المجهودات التي يقوم بها أفراد الأمن الوطني والجيش الوطني لاستتباب الأمن بجميع هذه المناطق وبجميع مناطق البلاد التونسية. هذه عملية إلقاء القبض على إحدى العصابات. والمواطنون، ونؤكد أن المواطنين يقدمون مجهودا كبيرا لتقديم يد المساعدة لقوات الأمن والجيش الوطني. من ذلك صدهم لهجوم على معمل يزكي بقفصة بالتعاون مع الجيش الوطني. إذن هذه الصور تأتينا خام بدون مونتاج، وردت علينا الآن، وهي خاصة بالتلفزة الوطنية. هذا أحد أفراد العصابة وأسلحة بيضاء، سكاكين وسيوف. وهذا يثبت أن الأمن، قوات الأمن الوطني والجيش الوطني هي واقفة بالمرصاد لمثل هذه التصرفات والسلوكيات ولمثل هذه العصابات. ونعلم قواتنا الأمنية أن مناطق سلامبو بيرسا وحي الخليل بالمرسى والمروج والكرم والبحيرة 2 تتعرض إلى اعتداءات حاليا، إضافة إلى منطقة بير حليمة بزغوان. فنرجو من قواتنا الوطنية أن تتوجه إلى هذه المناطق، ونرجو من كافة المواطنين أن يكونوا اليد باليد لمساعدة هذه القوات الوطنية لإلقاء القبض على مثل هذه العصابات والتصدي لها.
ضرب نداء الأولياء هؤلاء الأشخاص والأشخاص اللي توا قاعدين يعتديوا على العباد. نداء لكل ولي يخاف على ولده، ما يخليش ولده يخرج إذا كان يعرفوا باش يقوم بجريمة. راهو فما أمن في البلاد، ما يخليش ولده إذا كان يحس ولده باش يقوم بجريمة يشده ويوعيه. راهو فما أمن في البلاد، ردوا بالكم، راهو فما أمن، ما تقولوش راهو فما انفلات أمني، فما أمن في البلاد، ما تخافوش، راهو هذوما سيتم القبض عليهم وسيتم محاسبتهم. نداء لكل الأولياء، خافوا على أولادكم، خافوا على أولادكم، ما تخليهمش يخرجوا. اسألوهم وين ماشيين، اسألوهم وين ماشيين، راهو العباد قاعدة تتشد توا، والجيش الوطني والأمن قاعدين يشدوا فيهم. وهذا مصير كل من يخرج على القانون ويروع المواطنين. رجاء، راهو الأولياء عندهم دور كبير. نأكدوا اللي عيون الأمن الوطني والجيش الوطني ساهرة على أمن البلاد، وهي بالمرصاد لمثل هذه التحركات وبالمرصاد لمثل هذه العصابات، ومصيرهم سيكون مثل مصير هؤلاء. هذه العصابة تم إلقاء القبض عليها اليوم في تونس العاصمة. ألو، نتلقى مكالمة هاتفية.